صاحبي في الرحلة، أفكارك من دماغك ولا اتزرعت جواه؟ عشان نعرف الإجابة هحكي لك فيلم انسبشن للعبقري نولان ونحلل وجهة نظره من زاوية انت ما شفتهاش قبل كده. ولو انت شفت الفيلم وحابب تنقل للتحليل على طول هسيب لك تايم ستامب تعدي بيه قصة الفيلم. سنة 2010 في مدينة طوكيو في اليابان بتشوف كوب بطل القصة وأرثر صاحبه قاعدين في ميتنج مع رجل أعمال ياباني اسمه سايتو. كوب بيعرض على سايتو إنه يعلمه يأمن عقله من محاولات سرقة الأسرار. بيحكي له إن حرامية الأسرار دول بيدخلوا ضحيتهم في حلم وبيدخلوا معاه جوه عقله ويسرقوا منه أخطر أسرار. لكن سايتو بيسأله بنبرة كلها شك، وانت هتأمني منهم ازاي يعني؟ كوب بيشرح له إنه أقوى سارق للأفكار في العالم ومفيش حد أحسن منه يعمل كده. لكن سايتو ما اشتراش، بيضحك ويقول له هفكر وابقى ارد عليك، وبيسيبه ويقوم. أرثر بيقول لكوب إن سايتو شكله عارف إنهم بيحاولوا يسرقوه وبيلعب بيهم، لكن كوب بيرد بعند حتى لو عارف برضه هنسرقه. بيتسلل كوب وبيفتح الخزنة وبيلاقي جواها أسرار سايتو، وقبل ما يلحق يقراها بيتفاجئ بسايتو واقف وراه وجنبه مال مرات كوب بتهدده إنها هتقتل صاحبه أرثر. بيحاول كوب يكتب قلقه، بيقول لها اللي بتعمليه ده ملوش لازمة، بس هي ما بتسيبوش يكمل. وأول ما بتضرب الطلقة المكان كله بيتهز بيها، وبنكتشف إنهم دلوقتي أساسا جوه حلم. في اللحظة دي بيفوق سايتو اللي بنشوفه قاعد على كرسي في شقته، وقاعد قدامه كوب اللي بيهدده إنه لو ما تعاونش معاهم هيأذيه. سايتو بيضحك تاني، كان عارف إنهم بيسرقوه وكان بيختبرهم عشان عاوزهم في شغل تاني. كوب بيتعصب عليه وبيوقعه على الأرض، وأول لما سايتو بيلمس السجادة بيعرف إن دي مش بتاعته وإنه مش في بيته. بيبص لكوب وهو بيضحك وبيقول له أنا حقيقي انبهرت. وبيدخل فجأة ناس كتير وبيهجموا عليه والمكان كله بيتهز بيهم تاني. أيوة، كانوا في حلم جوه الحلم. بنفهم إن الشخص اللي بيحلم لما بيعرف إنه في حلم عقله بيوجه انعكاساته، ودي حاجة شبه الأجسام المضادة كده تهاجم أي دخيل عليه. صاحبي أنا بحكي لك فيلم نولان، مستنيه يبقى عامل إزاي؟ تعالى بس تعالى. بيفوق كوب في العالم الحقيقي جوه قطر وجنبه صاحبه أرثر، وقدامهم على الكرسي ضحيتهم سايتو اللي كان لسه ما فاقش. أرثر بيلوم زميلهم التالت المهندس اللي كان مصمم لهم الحلم عشان غلط في نوع السجادة وبوظ المهمة كلها، لكن كوب بيقطعه وهو بيلم حاجته مش وقته دلوقتي، يلا بسرعة قبل ما يصحى. بيوصل كوب لأوضة الفندق اللي كان مأجرها وبنشوفه بيلف نحلة وقدامه مسدس. لو النحلة فضلت تلف بدون ما تقف بيعرف إنه في حلم لسه وبيقتل نفسه عشان يصحى. لكن النحلة بتقف وأرثر بيبلغه إن طيارتهم وصلت ولازم يتحرك. وأول ما بيوصلوا للطيارة بيتفاجئوا بسايتو قاعد مستنيهم جواها وبيطلب منهم يركبوا عشان عاوزهم في شغل. بيركبوا وهم متوترين جدا بس ما قدامهمش اختيار تاني. سايتو بيقول لهم إنه مش عاوزهم يسرقوا فكرة من دماغ حد، هو عاوزهم يزرعوا فكرة. بيرد أرثر بعصبية مستحيل، أي فكرة دخيلة العقل بيرفضها في لحظتها حتى لو أقنعتك إنها فكرتك أنت. لكن كوب بيقطعه، لا ممكن، أنا عملتها قبل كده. بيقول لهم سايتو إن ضحيتهم اسمه فيشر، وده وريث شركة الطاقة المنافسة لشركته. أبوه خلاص بيموت وهو هيورث كل حاجة، وكل المطلوب إنهم يقنعوه يفكك إمبراطورية أبوه. وبيوعد كوب إنه لو نجح في المهمة بتاعته هيساعده يرجع بيته. لكن إيه اللي مانع كوب إنه يرجع بيته؟ هنعرف قدام شوية. ويبتدوا يجمعوا الفريق. بيوصلوا باريس وكوب بيروح يقابل حماه البروفيسور مايلز، وبنعرف إن هو اللي علم كوبر ومراته مال التحكم في الأحلام. لكن مال ما بقتش عارفة تفرق بين الأحلام والواقع ورفضت إنها تصحى من الحلم. ولما كوب زرع في عقلها فكرة إنهم في حلم عشان يصحيها فضلت فاكرة إنها في حلم حتى لما صحيت، وانتحرت علشان تصحى من الحلم ده. وقبل ما تنتحر كلمت المحامية بتاعتها واتهمته إن هو اللي بيحاول يقتلها عشان تجبره ينتحر معاها. يا أخي كيدهن عظيم حتى وهي بتنتحر. بنرجع لكوب اللي بيطلب من حماه يعرفه على مهندس يصمم لهم الأحلام، لأن كل ما يصمم حلم مال تظهر فيه وتبوظ له المهمة. صحيح هي ميتة، لكن في أحلامه بتكون حقيقية جدا وعنيفة جدا جدا بسبب إحساسه بالذنب إن هو السبب في موتها. مايلز بيعرفه على أريادني
بنوتة صغيرة وبيقول له إنها من أذكى المهندسين اللي درس له. كوب بيقعد معاها ويشرح لها إن مخ الإنسان بيصمم الحلم وبيعيش فيه في نفس الوقت. يعني عمرك ما هتفتكري بداية الحلم إيه، دايما هتلاقي نفسك في نص الأحداث. تقدري تقولي لي مثلا إحنا وصلنا هنا إزاي؟ أريادني بتبص حواليها وما بتقدرش تفتكر مهما حاولت، وبتتفاجئ إنهم في حلم. وأول ما بتعرف بتلاقي المكان كله بيتهز بيهم، وكل المحلات حواليهم بتتدمر لوحدها. بتموت في الحلم وبتصحى مفزوعة عشان تلاقي نفسها في المخبأ بتاع الفريق. كوب بيقول لأرثر دخلنا في حلم 5 دقايق كمان. أريادني بتتصدم، 5 دقايق إزاي؟ إحنا بقالنا أكتر من ساعة بنتكلم. بيشرح لها كوب إن الزمن في الأحلام مختلف، العقل بيشتغل أسرع. 5 دقايق في العالم الحقيقي بتساوي ساعة في الحلم. نولان في أفلامه بيعامل الزمن أسوأ معاملة. فاكر يا صاحبي حلقة انترستيلر؟ سايبها لك هنا عشان لو ما شفتهاش. المهم بيدخلوا حلم في عقلها هي، وأريادني بتسأله إيه اللي هيحصل لو غيرت قوانين الفيزياء في الحلم. وقبل ما تكمل سؤالها بنشوفها بتغير العالم حواليها، بتلف الأرض وتقلبها. وكوب بيتفرج عليها ومنبهر إنها قادرة تعمل كل ده وهي لسه يدوب بتبدأ تفهم الأحلام. بس بتلاحظ إن الناس اللي ماشيين في الشارع بيبصوا لها باستغراب، فبتسأل كوب هما بيبصوا لي كده ليه؟ كوب بيشرح لها إن دول انعكاسات عقلها الباطن، ولما عقلها بيشوف حاجات مش طبيعية بتحصل بيحس بتهديد، وبيحرض الانعكاسات دي تهاجمها عشان تصحى، كأنه جهاز مناعي كده. بس هي بتعند وبتفضل تغير في العالم أكتر، مع إنه حذرها لحد ما بيلاقي نفسه في مكان حقيقي كان واقف فيه مع مراته قبل كده. فبيتعصب ويقول لها إن ما ينفعش تبني مكان حقيقي من ذكرياتها، وإلا هتخلط بين الحقيقة والحلم وهتوه في الأحلام. وبتظهر مراته هنا فجأة وبتقتلها. بتصحى أريادني مفزوعة، وكوب بيقول لأرثر إنهم محتاجين تميمة أو توتم. أرثر بيشرح لها إن كل واحد فيهم لازم دايما يكون معاه تميمة حافظ شكلها ووزنها عشان يعرف دايما يفرق بيها بين الحقيقة والأحلام، زي النحلة بتاعت كوب اللي شفناها في الأول. أريادني بتكون لسه مصدومة من اللي حصل في الحلم، وبتقول لأرثر إن صاحبه ده مجنون ومراته بتظهر له كل شوية في الأحلام، وإنها ما تقدرش تخاطر بحياتها مع واحد زي ده، وبتقرر تمشي. لكن كوب بيبصله بلا مبالاة كده وبيقول له هترجع، الواقع مش هيكفيها بعد كده، خلاص أدمنت. بيروح كوب عشان يجمع باقي الفريق، وبيقعد مع واحد اسمه إيمز، وده حرباية بيعرف يحول شكله في الحلم لأي شخص هو عاوزه. وكده مش فاضل غير كيميائي يعمل لهم منوم ينيم الضحية 10 ساعات بدون مقاطعة. بياخدوا إيمز يعرفوا على يوسف اللي بيعمل أقوى منوم يعرفه، وهناك بيشوفوا عند يوسف أوضة كاملة مليانة ناس بتحلم، أدمنوا عالم الأحلام. بيشرح لهم يوسف إنهم بيجولوا عشان يهربوا من الحلم للواقع، لأن بالنسبة لهم الواقع كابوس محتاجين يهربوا منه. في الناحية التانية بنشوف أريادني رجعت فعلا، وأرثر بيشرح لها الخطة. محتاجين يبنوا 3 أحلام جوه بعض عشان يزرعوا فكرة بسيطة في عقل ضحيتهم فشل. خلاص جمعنا الفريق، نتفق بقى على الخطة. إيمز بيسأل على طبيعة علاقة فيشر بابوه. سايتو بيجاوبه إنها معقدة جدا. الراجل كان قاسي قوي مع ابنه، شايفه أضعف من إنه يدير شركته. وبيختار إيمز إنه يراقب عم الضحية عشان لما يدخلوا الحلم يعرف ينتحل شخصيته. وبيقترح إنهم عشان يقنعوه يفكك إمبراطورية أبوه لازم الأول يبتدوا بفكرة بسيطة. في المستوى الأول يبتدوا بفكرة أنا مش همشي على خطوات أبويا. في المستوى الثاني أنا هبني شركة جديدة لنفسي. في المستوى الثالث يوصلوا للفكرة النهائية، أبويا هو اللي عايزني أعمل كده. وزي ما اتفقنا إن نولان ما عندوش ساعة في بيتهم وما بيعترفش بالزمن في أفلامه، بنلاقي إن الزمن في كل مستوى من الحلم مختلف عن اللي قبله. في المستوى الأول 10 ساعات هيعدوا عليهم أسبوع، في الثاني هيكون 6 شهور، وفي الثالث هيبقى 10 سنين كاملة. كان لازم يخترعوا حاجة تصحيهم في كل مستوى بدل ما عقلهم يضيع في عالم الأحلام. وهنا بتيجي الكيك. عارف لما تحس إنك بتقع من مكان عالي فتصحى بسرعة؟ هي دي فكرة الكيك. وتيجي مرحلة التنفيذ. الراجل مات وابنه مسافر له يحضر الجنازة. بيركبوا معاه الطيارة وكوب بيحط له مخدر في المية، ولما بينام بيوصلوا نفسهم بيه وبيدخلوا معاه الحلم الأول. فيشر بيوقف تاكسي عشان يوصلوا لجنازة أبوه، لكن بيتفاجئ بيهم جوه التاكسي وبيخطفوه. وبتظهر انعكاسات كتير فجأة وبيضربوا عليهم نار، محدش فاهم حاجة ايه اللي بيحصل. عقل فيشر بيطلع متدرب ضد محاولات السرقة، وهتفضل انعكاساته تهاجمهم
بمنتهى العنف. بيقدروا يهربوا منهم، لكن سايتو بيتصاب. بيروح إيمز يقتله عشان يصحيه، بس كوب بيوقفه. احنا واخدين منوم قوي، لو قتلته مش هيصحى، هيقع في الفراغ، أبعد مستوى في الأحلام، وهيتحبس جوه عقله لحد ما يتجنن. كده مفيش خروج. الحل الوحيد إن هم يخلصوا المهمة ويخرجوا قبل ما سايتو يموت. بيدخلوا يحققوا مع فيشر ويحاولوا يعرفوا منه شفرة الخزنة بتاعت أبوه، أي حاجة عشان يحسسوه إنه مخطوف بجد. بيرد فيشر عليهم وهو متوتر إنه ما يعرفش أي حاجة عن أبوه، ما كانش بيحبه ولا بيثق فيه. وبيدخل عليهم إيمز وهو منتحل شكل عمه. طلع حرباية بجد. بيقول له إن هم بيعذبوه، وبيطلب منه يقول لهم رقم الخزنة. فيشر بيرد تاني بجد معرفهاش، ما كانش بيقول لي حاجة. إيمز بيبتدي يزرع أول فكرة وهو لابس شكل عمه، وبيقول له الخزنة دي فيها الوصية اللي سابها لك، أبوك قال إنك الوحيد اللي تقدر تفتحها لما يموت، أكيد هتكون عارف الرقم. وهنا بيدخل عليه كوب وأرثر. فيشر بيقول لهم أول 6 أرقام في دماغه وخلاص، فبيخدروه ويدخلوا معاه الحلم التاني. رايح فين يا صاحبي؟ خليك معايا، ما تتوهش مني. في الحلم التاني كوب بيروح لفيشر ويقول له إنه بيحيى، وبيقنعه إن الانعكاسات اللي بتحاول تحميه هم دول اللي بيحاولوا يسرقوه، وهو هيحميه منه. بيروح معاه أوضة في فندق، وأرثر بيحط متفجرات تحت الأوضة دي عشان تبقى الكيك بتاعتهم. وبيدخل إيمز عليهم تاني في شكل عمه، بس كوب بيوقعه. فبيفهم فيشر إن عمه هو اللي خطفه، وبيسأله ليه؟ بيرد عمه إنه خايف لما يقرأ وصية أبوه يفكك الشركة ويحاول يبتدي شركة جديدة لنفسه، عشان أبوه في الوصية كان بيتحداه يعمل كده. وبكده يكونوا زرعوا الفكرة التانية. كوب بيقنعه إن دي مش الحقيقة كلها، وإنهم لازم يدخلوا عقل عمه عشان يعرفوا الحقيقة كاملة. وبيدخلوا الحلم التالت، وعايزك تركز معايا في الجزء ده عشان كل مستوى بتحصل فيه أحداث بتأثر على بقية المستويات في الحلم. الحلم التالت بيبقى عبارة عن قاعدة عسكرية جواها خزنة. الخزنة دي جواها الفكرة التالتة اللي عاوزين يزرعوها في دماغه. يوسف في الحلم الأول لما بيتزنق وسط الانعكاسات اللي بتهاجمه بيشغل لهم الإشارة اللي متفقين عليها عشان ينبههم إنه هيصحيهم كمان 10 ثواني، وبكده يبقى أرثر قدامه 3 دقايق ويصحيهم من الحلم التاني، وكوب قدامه ساعة في الحلم التالت عشان يزرع الفكرة. بيتسللوا القاعدة من فتحة التهوية، وفيشر بيلاقي قدامه خزنة عملاقة خلاص هيفتحها ويلاقي الفكرة اللي عاوزين يزرعوها وندم ونروح. وانت فاكر برضو نولان هيسيبنا كده؟ وبتظهر فجأة وراه مال مرات كوب. أريادني بتحاول تقنع كوب إنها مش حقيقية، اقتلها دي انعكاس في عقلك، بس كوب ما بيقدرش يعمل كده، ومال هي اللي بتضرب فيشر. وفي اللحظة دي كوب بيضربها، وإيمز بيحاول يسعب فيشر بسرعة، لكن خلاص وقع في الفراغ، ومفيش قدامهم غير إنهم ينزلوا وراه للفراغ ويعملوا كيك يصحوه بيها. وبندخل معاهم المستوى الأخير من الأحلام، الفراغ. في نفس الوقت بنشوف إن يوسف في الحلم الأول نط بيهم من على الكوبري عشان يعمل الكيك الأولى، وده بيأثر على أرثر في الحلم التاني، وبنلاقيهم بيطيروا في الهواء كأن مفيش جاذبية. طيب وأرثر هيعمل لهم كيك إزاي ومفيش جاذبية؟ نيجي تاني لعبقرية نولان في وضع المشكلة والحل. أرثر بيربطهم كلهم وبيدخلهم أسانسير عشان يعادل تأثير الجاذبية ويقدر يعمل لهم الكيك. وفي الفراغ كوب بيقعد مع مال في العالم اللي بنوه سوا، بتقول له انت السبب في موتي، يبقى تعيش معايا هنا. كوب بيوعدها انه يفضل معاها لو سابت فيشر يوم، فبتزق فيشر وبيقع ويفوق في الحلم الثالث وهو قدام الخزنة، وبيدخلها أخيرا. بيلاقي جواها أبوه على سرير المرض وبيقول له أنا خاب أملي فيك. فيشر بيقول له أنا عارف عشان معرفتش أكون زيك، لكن المفاجأة أبوه بيقول له أنا خاب أملي عشان بتحاول تبقى زيي، وبيشاور له على الخزنة اللي جنب سريره. لما بيفتحها بيلاقي فيها اللعبة اللي كانت في صورته مع أبوه، وبيفهم فيشر إن أبوه عاوزه يبني حاجة تانية لنفسه. الفكرة اتزرعت. وهنا إيمز بيعمل الكيك في المستوى الثالث، وأرثر بيعمل الكيك في المستوى الثاني، والعربية بتخبط في المية في المستوى الأول وبيصحوا كلهم ما عدا كوب وسايتو اللي لسه تايهين في الفراغ. بنشوف كوب في الفراغ قاعد قدام سايتو اللي بقى عجوز جدا، وبيقول له انت جيت عشان تقتلني؟ بيقول له كوب انه رجع عشان يدور عليه ويفكروا انهم في حلم. يلا نرجع سوا. وبيصحوا على الطيارة.
سايتو بينفذ اتفاقهم وبيعمل مكالمة عشان لما يوصلوا المطار كوب ما يتقبضش عليه. ولما بيرجع بيته بيلف النحلة بتاعته عشان يعرف هو في حلم ولا حقيقة. بس أول ما بيشوف عياله ما بيهتمش النحلة تقف ولا لأ وبيجري عليه. تفتكر نولان هيسيبنا كده تاني؟ بيقفل الفيلم على مشهد النحلة وهي بتلف قبل ما نعرف هتقف ولا لأ، ودي النهاية اللي حيرتنا كلنا. يعني هو لسه في حلم ولا لأ؟ نولان بيحكي لنا عن الجزء ده إن كوب نفسه ما بقاش فارق معاه هو بيحلم ولا لأ، طالما لقى نفسه مبسوط. كان كل همه يشوف عياله وشافهم. لكن إرضاء لفضولك هقولك، النحلة دي مش التميمة بتاعت كوب أصلا، دي كانت التميمة بتاعت مراته وهو بدأ يستخدمها لما ماتت. طب كوب التميمة بتاعته إيه؟ التميمة بتاعت كوب كانت دبلة الجواز. ركز كده في الفيلم هتلاقي إن كل المشاهد اللي هو كان فيها في الحلم بيبقى لابس الدبلة، لكن كل المشاهد اللي مش بيكون فيها في الحلم ما بيبقاش في إيده دبلة. وفي المشهد الأخير اللي بيقفل عليه الفيلم كوب قبل ما يلف النحلة على طول ما كانش في إيده دبلة، وده معناه إن هو شاف عياله في العالم الحقيقي. نيجي بقى للجزء الأهم في الفيديو. أفكارك يا صاحبي بتاعتك ولا حد زارعها في دماغك؟ في العالم بتاعنا زراعة الأفكار أسهل من الفيلم بكتير. مجرد إنك تفضل تشوف الحاجة قدامك في كل حتة لحد ما تتعود إن هي طبيعية وتحس إن كل الناس بتعمل كده عادي. زي مثلا نتفليكس وتوجهاتها في دعم الألوان. لازم كل مسلسل أو فيلم تلاقي 2-3 ألوان ولا ليهم علاقة بالقصة ولا بيضيفوا لها حاجة، ولو شلناهم من القصة مش هيفرقوا في حاجة، وما تبقاش فاهم هو بيعمل ايه هنا. طب ليه ده ألوان؟ بس هو بيحشرها لك سنة سنة لحد لما تبقى شايفها في كل حتة حواليك وتبقى مقتنع ان هي حاجة عادية. ومثلا المنتجات اللي انت مش محتاجها بس تزرع في وعيك ان انت من غيرها ما تقدرش تعيش. عارف فكرة البياع الشاطر اللي بيقوله انت اللي بتخلق الحاجة عند الزبون مش انت اللي بتحاول توفر له الحاجة بتاعته؟ هي دي بالظبط. يعني مثلا انت ممكن يكون معاك موبايل كويس جدا وبيعمل كل احتياجاتك في الدنيا، بس لا ما يرضيكش، انت محتاج الايفون. انت هتحس بالايمج بتاعتك وانت ماسك ايفون. كل دي افكار مزروعة جواك. بلاش كل ده، تبقى شايف حفلة افتتاح المتحف تحفة روعة مبسوط بيها جدا، وتدخل على الفيسبوك تلاقيهم قاعدين بياخدوا عزا خوفو وعاملين صوان، فتنتقص من فرحتك وتحسه ما كانش حلو قوي. فكر فيها كده واكتب لي في الكومنتس ايه اللي انت بتحس ان انت محتاجه وهو اصلا مزروع جواك. في النهاية يا صاحبي في الرحلة، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك اللي جاي. انا لاشين ودي لاشين توكس. سلام.